من القلب. ده بيصلح حاجات هو ما بوظهاش. دايما شفنا او بنشوف في الايام الاخيره واد تلاقيه شمام كده بتاع توك توك، لابس بنطلون مقفز وجزمته معفنه وعامل شعره كده بطريقه غريبه، وعيل صايع جربوع، يعني انا ما اجيبوش بصراحه يمسح جزمتي. بتاع مخدرات، سمعته زي الزفت، وتلاقيه ماشي مع بنت عاديه، بنت مؤدبه محترمه يعني، زي اخواتنا كده يعني. فانت تبص وتستغرب للعلاقه المعفنه دي. وعايز اقول لك انك ما تستغربش، الواد ده ما محفيش وراه عشان يجيبها، الواد ده جابها بكلمتين. البت دي رخيصه قوي قوي، ارخص مما تتخيل. ليه بقى؟ لان زمان البنات كانت لما تيجي تدعي تقول يا رب ارزقني الزوج الصالح. دلوقتي انا عايزه باد بوي. انا عايزه باد بوي، انا عايزه عيل متسول، بتاع حشيش، بتاع مخدرات، بيضرب ايس، راكب توك توك، صايع، قاعد بيقرفص، يشتمها باقذر الشتايم، يقول لها مره. هي بتحب النوعيه دي، تحب اللي يقول لها مره. بس وتدخل بقى علاقه، تتهان ويطلع ميتين ابوها ويتعمل عليها حفلات. طب ليه يا بنتي كده؟ انا مش عارفه، انا اصل انا يعني بحب القرمطه، انا بحب اتقرمط، انا كان نفسي اطلع قرموط. تمام، مع اذنكم، بس ما حدش يقول لي انا قاعد جنب امي وفاتح لي سبيكر او فاتح الفيديو وما اعرف. يا حبيبي امك عارفه كل حاجه يا ابني، امك مخلفاك، فما ما تجيش تصيح عليا. او انا قاعد جنب اختي واختي سمعت. قوم من جنب اختك ياض، استرجل وقوم من جنب اختك يا روح اختك. انا بكلمك في حاجه هتفيدك. مش الحياه كلها مش جيم وحديد واربعة في عشرة. انا السنين اللي فاتت دي كلها كنت بخليك تطلع عضلات. لقيت ان في حاجات اهم من العضلات. انا عايزك تطلع عضلات في دماغك. انا زي ما كبرت جسمك عايز اكبر لك مخك، عايز اكبر لك دماغك، مش عايزك تبقى خروف نطع. تمام. البت دي بقى بعد ما تستهلك نفسيا وجسديا وجنسيا وعاطفيا مع واحد واثنين وثلاثة، بس خلي بالك هي بتسيب الواد بتاع التوك توك تروح للواد بتاع المخدرات، تسيب الواد بتاع المخدرات تروح الواد اللي عامل فرشة. ومش قصدي يعني مهن، يعني كل المهن على راسنا، بس انا عارف وانتوا عارفين انا قصدي ايه. فمش عايزين نحور، مش عايز حد يكتب لي كومنت يقعد يحور فيه مالهم بتاع التكاتك. 80% حرامية، 80% بلطجية عربجية. فاهمني؟ يعني اهدى عليها شوية. تمام. بتوع المخدرات ماليين. بص انت تشوف، انا اشوف الديلر كده من بعيد اقول لك ده ديلر، ده بيبيع، ده شكله باين. السرسجية والعربجية شكلهم بيبانوا. اللي هو العيال اللي هتلاقيهم مثلا من 14 لحد 20 سنة، والبنت هتلاقيها مثلا 16 17 لحد 20 سنة، وساعات تبقى هي اكبر منه عادي وياخدها هنا وياخدها هنا ويروح يوديها عند امه وبتاع. ما امه بتعرض عليه عادي بقى جدا، صباح الفل. البت دي بقى بعد ما تخش علاقه واثنين وثلاثه واربعه وخلاص تعرف انها بتتهان وبيتعمل عليها حفلات وخلاص، تقول لك ايه بقى؟ تقول لك انا قررت اتوب وبتاع والناس تهلل. ايه ده؟ برافو، شطوره، توبتي. تمام، يلا انا عايز الزوج الصالح بقى. تمام. وتشوف لها خروف. الخروف ده تقول له اول ما يرتبط بيها، تكتب بقى على الفيسبوك ده بيصلح حاجات هو ما بوظهاش. وانت فاكر نفسك ميكانيكي؟ وانت فاكر نفسك سباك؟ انت مش مطلوب منك تصلح حاجات انت ما بوظتهاش. ليه؟ ليه يا باشا اخش على شغل غيري ليه؟ يا ريت حتى مثلا اتجوزت والزواج ما نفعش حاجه على سنه الله ورسوله ومفيش مشاكل. انما دي اتخرتقت، دي لا اتخطبت ولا اتعملت، هي مشيت بس علاقات علاقات. بس انا كنت في علاقه، بس انا كنت في علاقه توكسيك. ما انت اللي حابه العلاقه التوكسيك على فكره، انت اللي عايزه كده. تلاقي خروف بقى، الخروف ده يبقى هو فرحان، انا بصلح حاجات انا ما بوظتهاش، انا خروف كبير. انت فاكر انها هتقبل بيك بعد كل ده؟ لا. فاكر انها شايفاك راجل؟ لا. انت خروف
جاي تصلح حاجات انت ما بوظتهاش يا خروف يا معرض. تفضل طول عمرها فاكره اول لمسه من اول عربجي، اول كلمه يا مره من اول سرسجي، اول لمسه من اول ديلر. مش انت بقى، انت واجهه اجتماعيه، الشخص المحترم المؤدب الكويس اللي هي ركبتك ومشيت بقى، يعني كملتوا السكه مع بعض. ده لو كملتوا انتوا مش هتكملوا. عمرها ما هترضى عنك، عمرها ما هتحبك، عمرها ما هتشوفك راجل. عارف هي شايفه مين الراجل؟ سواق التوك توك اللي مش تقدر تكمل معاه لان هي عارفه ان هو مش هيتجوزها. يا مغفل، عارفه ان هو مش هيتجوزها، وعارفه ان هو شحات وشمام وجربوع ومش بتاع جواز. وعلى فكره بمكالمه هترجع له تاني زي الكلبه. ما هو اللي بيعرف يكيفها مش انت. لا 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 لا، ابعد يا ابني عن النوعيات دي، ابعد ارجوك ابعد. انا مش عايز اشوفك كده، مش حابب اشوفك كده، وانت مش حابب تشوف نفسك كده، واهلك مش حابينك يشوفوك كده. ابعد، اهرب اهرب وخليك راجل الله يبارك لك. خد اللي شبهك وخد اللي زيك، خد اللي تفهمك، خد بنت الناس اللي من اسره محترمه، خد اللي سمعتها كويسه. ارجوك ارجوك يا ابني، انا خايف عليك والله. انا خايف عليك لان عندي زيك، عندي حد هيبقى زيك في يوم من الايام. فالفيديوهات دي هفرجها له وافرجها لك برضه، ما انت زيي يا ابني. وانت رايح دلوقتي، انا رجعت من سنين، يعني انا راجع والدنيا كلها خلاص، شايف الدنيا كلها حواليا وانا شايفك بتروح هتلبس يهبل يا عبيط. انا خايف عليك. عمرها ما هترضى عنك، عمرها ما هتحبك، عمرك ما هتبقى راجلها. لا، هو راجلها العربجي بتاع التوك توك، السرسجي بتاع المخدرات، مش انت. سلام.